بيبدأ الفيلم بظهور مجموعة من الديناصورات في بداية تكوين الأرض، وفيها ديناصورات مفترسة بتهاجم بعضها. وبعد مرور 65 مليون سنة بتظهر الديناصورات تاني وبتهاجم سكان كوكب الأرض، وبيحاول الجيش الأمريكي إنه يحاربها، لكنها بتنتشر في العالم كله. وابتدى العلماء يحبسوها في حدائق ويعملوا عليها أبحاث عشان يستخدموها في صناعة أدوية متطورة يعالجوا بيها البشر. وبتظهر كلير ومعاها صديقتها وبيحاولوا يسرقوا ديناصور من منظمة غير قانونية بتربي الديناصورات عشان يعملوا عليها أبحاث، لكن عمال المختبر بيكتشفوا ده وبيطاردوهم لكنهم بيهربوا منهم. وبيظهر أوين وبيطارد مجموعة من الديناصورات عشان يصطادها، وبيقابل مجموعة من تجار الديناصورات وبيبيع ليهم الديناصور اللي اصطاده. وبتبدأ كلير تحذر بنتها مايسي من إنها تروح قرب الديناصورات، وبيعيش أوين مع مايسي ومراته كلير في مزرعتهم في مكان بعيد عن الديناصورات عشان يبعد عيلته عن مخاطرهم، وكمان عشان يخبي مايسي من الحكومة لأنهم بيبحثوا عنها عشان في جسمها جينات وراثية متطورة بتساعدهم في أبحاثهم. وهنا بتظهر إيلي وهي عالمة بتحاول تعمل أبحاث على حشرات عملاقة بتهاجم السكان والمدينة. وفي كهف بعيد عن المدينة بيظهر ألان جران وهو عالم بيعمل أبحاث على الديناصورات، وبيتقابل مع إيلي وبيحاولوا يعملوا أبحاث على الجراد العملاق اللي بياكل المحاصيل وبيهاجم المزارع. وبتطلب إيلي من ألان إنه يساعدها في الوصول لشركة اسمها بايسون عشان تسرق عينات من معاملهم. وبتوصل مجموعة من الديناصورات لمزرعة أوين وبتحاول تهاجم مايسي، لكنه بيطلب منها إنها تستخبى عشان ما تتعرضش للخطر. وبيروح هو ورا الديناصورات عشان يكتشف مكانها، ومايسي بتروح وراه. وهنا بيظهر مجموعة من الصيادين وبيطاردوا مايسي وبيخطفوها، وبيخطفوا معاها ديناصور صغير عشان يعملوا عليه أبحاث. وبيقابل أوين فرانكلين وبيطلب منه إنه يعرفه مكان الدكتور آيان مالكولم اللي بيشتغل في شركة بايسون، لأنه بيشك فيه إنه ممكن يكون ورا عملية اختطاف مايسي مع الديناصور الصغير عشان بيستخدمهم في أبحاثه. وبتسافر إيلي مع ألان وبيقابلوا رمزي وهو موظف من شركة بايسون، وبياخدهم معاه في الطيارة وبيوصلوا لمقر شركة بايسون عشان يقابلوا دكتور مالكولم، وهو دكتور مهتم بالهندسة الوراثية وبيحاول يعمل أبحاث خطيرة على جينات الديناصورات والحشرات. وبيطلبوا منه إنه يساعدهم في اكتشاف عملية التحول الوراثي اللي حصلت على الجراد. وبيظهر بين رئيس شركة بايسون ومعاه عالم تاني وهم السبب في تغيير جينات الجراد وإنه حجمه أصبح عملاق، وهم اللي خطفوا مايسي والديناصور الصغير عشان يستخدموا الجينات بتاعتهم في تكميل أبحاثهم. وبيسافر أوين وكلير وبيقابلوا باري صديقهم وبيطلبوا منه يساعدهم في البحث عن مايسي، وبياخدهم معاه لمجموعة من تجار الديناصورات عشان يكتشف الناس اللي خطفوا بنته مايسي. وبتقابل كلير واحدة من التجار اسمها مايلا وبتطلب منها إنها تساعدها في العثور على بنتها، لكنها بترفض لأن اللي خطفوها أقوى منها بكتير. وبيوصل التجار اللي خطفوا مايسي وبيحاولوا يشتروا ديناصورات تاني، وبيشوفهم أوين وبيحاول يطاردهم عشان يعرف مكان بنته. وبيعرف أوين من رين إنه سلم بنته لواحدة من التجار اسمها سانتوس، وهي مساعدة لهنري رئيس شركة بايسون. وبتبدأ كلير تطارد سانتوس وبتطلب منها إنها تعرفها مكان بنتها، وبتقول لها إنهم أخدوها لشركة اسمها بايسون وبتهرب منها. وبتسيب الديناصورات تطارد كلير، وبتتدخل كايلا وتنقذها. وبتتصل كلير بأوين وبتقول له إنه يحصلهم على المطار عشان يسافروا لشركة بايسون ويبحثوا عن مايسي. وبتبدأ الديناصورات تطارد أوين وتطارد كلير، وبتنجح كلير إنها توصل للطيارة وبيحصلها أوين، وبتطلع الطيارة وبتنجح كايلا إنها تنقذهم. وفي شركة بايسون بتبدأ إيلي وألان يحاولوا يوصلوا للمختبر الموجود تحت الأرض واللي بيعملوا فيه أبحاث على الحمض النووي الوراثي للجراد العملاق. وبتقابل مايسي دكتور هنري وبتعرف منه إنها بنت العالمة من علماء شركة بايسون، وإن مامتها اكتشفت تطور جديد في الجينات، والتطور ده عشان يعالج التشوهات الجينية الموجودة في الجراد.
وعشان يصلح الأخطاء اللي تسببت فيها الشركة. والتطور ده موجود في الحمض النووي بتاع مايسي، عشان كده هم جابوها المكان ده. وبيحاول ألان مع إيلي إنهم يسرقوا جرادة عملاقة من مقر الشركة عشان يثبتوا إن شركة بايثون متورطة في الأبحاث اللي تسببت في انتشار الجراد العملاق. وبتحاول مايسي إنها تهرب مع الديناصور الصغير من مقر الشركة، وبتقابل إيلي وألان وبيحاولوا يساعدوها في الهرب. وبتوصل كايلا مع أوين وكلير لشركة بايثون بالطيارة، لكن بتبدأ الديناصورات الطايرة إنها تهاجمهم، وبتنط كلير بالمظلة من الطيارة وبتصطدم الطيارة بالأرض وبتقع بأوين وكايلا. وبيساعد رمزي إيلي وألان ومايسي إنهم يهربوا لأنه ضد اللي بتعمله شركة بايثون وضد الأبحاث بتاعتهم. وبيخرج أوين وكايلا من حطام الطيارة وبيظهر ليهم ديناصور عملاق بيهاجمهم وبيطاردهم لكنهم بيهربوا منه. وبيكتشف بن رئيس شركة بايثون إن الدكتور مالكولم ساعد إيلي وألان إنهم يسرقوا الحمض النووي للجراد عشان يبلغوا عن الشركة وأبحاثه المشبوهة، وبيبدأ يبحث عنه. وبتوصل إيلي وألان ومايسي لكهف مهجور، وبيبدأوا يبحثوا عن طريق للخروج منه ومن مقر الشركة. وبيقابل بن الدكتور مالكولم وبيرفضوا من الشركة ويطردوا. وبيوصل أوين وكايلا للغابة عشان يدوروا على كلير، لكنهم بيلاقوا الغابة مليانة ديناصورات بيتعاركوا مع بعض. وفي الوقت ده بيحاول رمزي إنه يساعد مالكولم في الوصول لألان وإيلي ومايسي عشان يساعدهم في النجاة من الكهف. وفي الكهف بيظهر ديناصور عملاق بيهاجم إيلي وألان وبيطارد مايسي، لكن الدكتور مالكولم بيوصل ليهم وبيحاول يساعدهم من هجوم الديناصور، وبيساعدوا رمزي في تحريرهم وفتح الباب. وبيحاول بن إنه يحرق الجراد العملاق عشان يتخلص من دليل إدانته، لكن الجراد بيهرب من المعمل وهو مشتعل بالنار وبيسبب حرائق كبيرة في الغابة. وبتتعطل عربية دكتور مالكولم في الغابة وبتقع بيهم، لكنهم بيقابلوا أوين وكايلا وكلير وبينقذوهم. وبيظهر ليهم ديناصور عملاق بياكل البشر وبيحاول يهاجمهم وبيبدأوا يهربوا منه. وهنا بيحاول دكتور مالكولم إنه يعطل الديناصور عشان يلحقوا يهربوا، لكنهم بيتعاونوا كلهم في مهاجمة الديناصور وبيخلصوا عليه. وبتبدأ الديناصورات تخرج عن السيطرة، وبيؤمر بأن كل موظفين الشركة إنهم يهربوا. وبيحاول أوين وباقي الفريق إنهم يبحثوا عن طريق للخروج من الغابة، وبيدخلوا جوه نفق مظلم عشان يهربوا خارج مقر شركة بايثون. وبيكتشف بن إن رمزي ساعدهم على الهروب وإنه السبب في فتح أمره وأبحاثه، وبيسيبه ويمشي عشان يحاول يهرب. وبيوصل رمزي للفريق وبيحاول يساعدهم في الخروج من المكان، وبيبدأ الجراد يصحى تاني وبيهاجم كلير وإيلي، لكنهم بيتغلبوا عليهم وبينجحوا انهم يشغلوا نظام الردع الجوي اللي بيحميهم من الديناصورات الطايرة لما يهربوا بالطيارة من المكان. وبيظهر ديناصور عملاق لبن وبيخلص عليه، وبتوصل كايلا أخيرا للطيارة اللي هتنقذهم وتهربهم من مقر شركة بايثون. وهنا بيقابلهم دكتور هنري وبيترجاهم انه يستخدم جينات مايسي الوراثية عشان يعدل بيها الحمض النووي للجراد ويرجعوا لطبيعتهم الطيبة ويتوقفوا عن مهاجمة المحاصيل. ومايسي بتوافق، وبتوصل كايلا بالطيارة عشان تنقذهم، لكن بيرجع لهم الديناصور العملاق وبيحاول يهاجمهم تاني، لكن بيظهر ديناصور تاني وبيدخلوا معركة مع بعض. وبيركب الفريق الطيارة وبيهربوا مع كايلا، وبيبدأ رمزي يفضح أمر الشركة عشان يوقفوا أبحاث الجينات الوراثية الخطيرة. وبينجح الدكتور هنري إنه يستخدم جينات مايسي ويعالج الجراد ويتخلص من خطورته. ما تنساش تعمل معانا اشتراك في القناة وتضغط لايك على الفيديو وتفعل جرس التنبيه عشان توصلك أحدث الأفلام. أبطال الفيلم هم كريس برات اللي بيقوم بدور أوين، وبريس دالاس اللي بتقوم بدور كلير، وسام نايل اللي بيقوم بدور ألان، وجيف جولد بلوم اللي بيقوم بدور مالكولم. الفيلم من إنتاج 2022 وتم تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية.